تعال اقول لك ازاي تسافر تركيا جوه مصر وبالتكاليف. هتصلي الفجر وتنزل تاخد قطر الساعه 6 و10 اللي رايح بورسعيد، وده ب 45 جنيه. هتوصل جعان طبعا، فهتجيب لك 3 سندوتشات من اشهر محل هناك، ودول هيكلفوك 25 جنيه. هتاخد بعضك تركب المعديه عشان تعدي البور فؤاد، ودي ببلاش. وهناك هتحس انك سافرت تركيا حرفيا من شكل النورس اللي حواليك. هتاخد احلى صور وفيديوهات. هتوصل الجنب التاني، هتصلي الظهر في اشهر مسجد هناك، وبعد كده تاخد تاكسي ب 15 جنيه يوديك الملاحات، واحده من اكتر الحاجات اللي بتميز بورسعيد. والدخول ب5 جنيه بس. هتخلص وتطلع تتمشى في بور فؤاد، وهتشوف جمال البيوت اللي معمولة بالطراز الفرنسي، وهتحس انك سافرت اوروبا بجد. هتلف لفتك وترجع بالمعدية تاني لبورسعيد، وتزور هناك حديقة فريال، ودي ببلاش. وبعد كده تطلع على سوق السمك اللي هناك، هتطلب لك اللي نفسك فيه، وده هيكلفك متوسط 150 جنيه. هتخلص تروح على البحر اللي هناك، وده حكاية بجد، والدخول ببلاش. هتحضر الغروب وتستمتع بالأجواء اللي هناك عشان هتسحرك. وبعد كده تطلع على سلسبيلة، تضرب لك احلى كاساته ب 15 جنيه. وبكده يكون قضيت يومك بحوالي 250. اكتبوا لي في التعليقات لو عندكم اي استفسار، او لو عايزين تعرفوا احلى وقت تروحوا فيه هناك عشان تلاقوا النورس وتعرفوا تستمتعوا بالاجواء.